ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جاي اتكلم معاكم عن موضوع مهم جدا، واللي اظن ان مفيش واحده في الدنيا مش بتتمنى انه يكون عندها، الا وهو الكاريزما. بس قبل ما نبدا جهزي حاجه بتحبي تشربيها واقعدي في مكان هادي ومريح، وتعالي نسمع سوا ونعرف ازاي يكون عندنا كاريزما. الحقيقه ان الكاريزما مش زي ما كل الناس فاكره. الكاريزما مش مجرد شكل حلو او لبس شيك. الكاريزما دي طاقة وجاذبية بتخلي الناس تحب تقعد معاكي وتحس انك مؤثرة وليكي بصمة. عمرك فكرتي ليه في ناس أول لما بيدخلوا أي مكان بيسيطروا على الأجواء وبيجذبوا انتباه الناس حواليهم؟ الحقيقة إن السر ده مش صعب وسهل إنه يكون عند أي واحدة فينا، بس محتاجين نعرف الطريقة ونشتغل عليها كويس. فالنهاردة هقولك ازاي تطوري شخصيتك بشكل يخليكي مميزة في أي مكان وجذابة. فخليكي معايا للنهاية عشان تقدري تكوني الأنثى الجذابة اللي عندها كاريزما، واللي الناس كلها بتحبها وتتمنى تكون زيها. في البداية كده علشان يكون عندك كاريزما لازم تكوني فاهمة شوية حاجات مهمين. أولهم إن الكاريزما مش بس بالشكل. أوقات كتير بنشوف ناس من بره شكلهم حلو وجذاب، بتحسي كده إن شخصيتهم قوية وواثقين من نفسهم فتحبي تقربي منهم أكتر، بس في الغالب الناس دي لما هتقربي منها هتلاقي إنهم مظاهر على الفاضي. فأول حاجة لازم تعمليها علشان يكون عندك كاريزما هي إنك تكوني مليانة من جوه. لازم يكون عندك علم ومعلومات، لأنه ما ينفعش لما تيجي تتكلمي مع حد بعد لما يكون شايفك جذابة وكاريزما بعدين يجي يتكلم معاكي يلاقي عقلك فاضي ومش جذاب. لان في الحقيقة الكاريزما والجاذبية كلها بتكون في عقلك وتفكيرك واسلوبك وطريقة كلامك وتعاملك مع الناس، وكل دي حاجات هتكلم معاكي فيها كمان شوية. بس اول حاجة واهم حاجة زي ما قلتلك عايزاكي تكوني عارفاها انك يكون عندك علم ومعلومات. اكيد مش تقدري يكون عندك علم في كل المجالات او في كل حاجة في الحياة، بس على الاقل لازم يكون في موضوعين او ثلاثة عندك معلومات فيهم، زي مثلا مجال دراستك او شغلك، اهدافك او احلامك. دول لازم تكوني فاهمة فيهم كويس قوي علشان لما تتكلمي فيهم يكون عندك علم، فبالتالي بتكون عندك كاريزما وانتي بتتكلمي. وطبعا هتكوني واثقة من نفسك وواثقة من معلوماتك. اما غير كده بقى فحاولي تعرفي معلومات بسيطة عن كل مجال مختلف في الحياة، بحيث ان يكون عندك معلومات بسيطة برضو عن كل حاجة. كان في مقولة حلوة بتقول اعرف شيء عن كل شيء واعرف كل شيء عن شيء، بمعنى انك تعرفي شوية معلومات سريعة وبسيطة عن كل مجال يقابلك، لكن يكون في مجال واحد بتتخصصي فيه وبتعرفي عنه كل حاجة. فأول نقطة علشان يكون عندك كاريزما حقيقية هي انك يكون عندك معلومات حقيقية وعلم حقيقي. لازم تكون عندك قيمة. تاني حاجة بقى، ودي بتكمل النقطة الأولى بل إنها ممكن تكون هي الأول قبل النقطة اللي فاتت، هي شكلك من بره عامل ازاي. ما هو برضو ما ينفعش يكون عندك علم ومعلومات وشاطرة في مجالك وعندك ثقة في نفسك بس شكلك من بره مبهدل ومش مترتب. يعني لو حد مثلا جابلك هدية من بره مبهدلة جدا وشكلها مش حلو خالص، مع انها جواها هدية غالية جدا وقيمة جدا، في الغالب مش هيكون عندك حماس ليها خالص ولا هتحسي بقيمتها، وفي الغالب كمان ممكن ما تفتحيهاش ولا تلقي لها بال. والعكس صحيح، لو جاتلك هدية شكلها شيك جدا وغالية جدا بس جيتي تفتحيها لقيتيها فاضية من جوه، برضه مش هتكوني مبسوطة بيها. فالسر هنا انك تكوني جميلة من بره وجميلة كمان من جوه، تكوني جذابة وشيك ومهتمة بنفسك وبتفاصيلك، ومن جوه يكون عندك علم ومعلومات، عندك قيمة تضيفيها للناس. وخلي بالك ان معلوماتك لازم تكون صحيحة ومفيدة، وقتها هتجذبي الناس من بره ولما يقربوا منك هينجذبوا ليكي اكتر ولتفكيرك ولشخصيتك كمان. تالت حاجة بقى بعد الشكل الخارجي والجمال الداخلي او المعلومات الداخلية هي الثقة بالنفس. ما اظنش ان في اي حد في الدنيا ممكن ينجذب لحد ما عندوش ثقة في نفسه، لان اصلا اي حد مش واثق في نفسه عمره ما هيكون عنده كاريزما. هتلاقيها طول الوقت بتتفادى ان هي تبص في عين اللي قدامها وهي بتتكلم، او مثلا عندها انحناء في ظهرها او مقتبة زي ما احنا بنقول، صوتها واطي وخايفة تتكلم، خايفة تعبر عن نفسها. ودي عمرها ما هيكون عندها كاريزما الا اذا هي قدرت تثق في نفسها وفي قدراتها. فعلشان يكون عندك كاريزما لازم وانتي بتتكلمي تكون عينك في عين اللي انتي بتكلميه اغلب الوقت. لازم يكون في تواصل بصري. كمان لغة الجسد مهمة جدا. لازم ظهرك يكون مستقيم مفرود ومشدود، ايديكي مفتوحة علشان اللي قدامك يحس براحة معاكي وانتي بتتكلمي. لو قافلة ايديكي او ماسكة ايدك في بعضها ده هيبعت اشارة لدماغ الشخص اللي قدامك انك منغلقة على نفسك او ان في حدود بينكم ومفيش تواصل جيد. فمهم جدا انك تركزي على كل العوامل والنقط دي، وهي اصلا هتلاقيها سلسلة مترابطة كده كلها مع بعضها. يعني لازم عشان يكون عندك كاريزما يكون شكلك حلو من بره، ولازم يكون من جوه عندك معلومات. فلما يكون عندك معلومات هتتكلمي بثقة وبوضوح اكتر، ولما تتكلمي بثقة وبوضوح هيبان للي قدامك انك واثقة من نفسك، ولما تكوني واثقة من نفسك هيبان انك مرتاحة وانت بتتكلمي. كمان لغة الجسد بتاعتك هتكون واثقة ومرتاحة، وهيكون عندك تواصل بصري ولغة جسد واضحة وواثقة، وكل ده في النهاية هيؤدي إلى إنك يكون عندك كاريزما. فعلشان كده بقولك هي سلسلة مترابطة، كل واحدة فيهم بتكمل اللي بعدها. وخلي بالك كمان إن الكاريزما الحقيقية هي تراكم لمجموعة من التجارب والخبرات والصفات،
بيتجمعوا كلهم مع بعض مع شخصيتك وبيدوا كاريزما خاصة لشخصيتك أو طابع خاص لشخصيتك. لأن لو تلاحظي كل واحدة فينا عندها كاريزما بتختلف عن التانية، كل واحدة فينا كاريزمتها بتكون على حسب شخصيتها وتجاربها وحياتها، فمش هتلاقي اتنين أبدا كاريزمتهم زي بعض، بالعكس هتلاقي كل واحدة فيهم ليها حضور مميز، أسلوب مميز، تفكير مختلف تماما عن التانية. وبالمناسبة كمان الكاريزما دي مش حاجة بنتولد بيها، دي مهارة بنكتسبها وبتتكون معانا مع مرور الوقت والتجارب والخبرات. فلو انتي من دلوقتي ما عندكيش كاريزما ما تيأسيش، حاولي مرة واتنين وتلاتة وعدلي في شخصيتك وطوري من مهاراتك، وصدقيني مع الوقت هتقدري تكتسبيها. وخليني الفت انتباهك لحاجة كمان مهمة جدا، الطريقة اللي انتي بتتكلمي بيها. لو جيتي الاتنين بيقولوا نفس الكلام وفي نفس المجال بس واحدة فيهم بتتكلم بصوت واطي نوعا ما، مش بتبصلك وهي بتتكلم، بتبص في كل مكان حواليها ما عدا عينيكي، بتتأتأ ومش عارفة تجمع المعلومات، هل هتثقي في كلامها؟ أكيد لأ. على عكس بقى لو في شخص تاني أو واحدة تانية بيقول نفس الكلام بس بتتواصل معاكي بعينيها، لغة جسدها ثابتة وواضحة، عندها ثقة في نفسها وعندها معلومات مهمة وطريقة كلامها واضحة وصريحة، وقتها انت هتحبيها وهترتاحي لها أكتر، مع إنها في الغالب بتقول نفس الكلام بس الأسلوب والطريقة ليهم تأثير كبير جدا على الناس اللي احنا بنتكلم معاهم. فأسلوبك وكلامك هما اللي هيقدروا يقنعوا أي حد قدامك. النقطة اللي بعد كده هي التفاؤل. غالبا أنا مش بيعدي فيديو من فيديوهاتي غير وأنا بتكلم عن التفاؤل أو الإيجابية. لو جيتي دورتي في الحياة عمرك ما هتلاقي إنسان ناجح وعنده كاريزما بس متشائم، مستحيل ده يحصل. فانتي من أهم الصفات والمهارات اللي لازم يكونوا عندك هي الإيجابية. أوقات بحس إن الإيجابية والتفاؤل هما نص الكاريزما أساسا، لأن تخيلي معايا كده واحدة عندها كاريزما بس بتقول كلام سلبي أو متشائمة، هل انتي هتحسي إنك منجذبة ليها أو هتستمتعي بالكلام معاها أو حتى هتحسي بكاريزمتها؟ الإجابة أكيد لأ. مفيش حد فينا أصلا بيحب يتكلم مع حد نظرته للحياة سوداوية ومتشائمة. وحتى لو في شخص عنده كاريزما بس متشائم، أظن إن ده هيضيع جزء كبير جدا من الكاريزما بتاعته. فدايما خليكي متفائلة وإيجابية علشان الناس تحب تسمعك وتحب وجودك. التعامل مع الناس عموما فن ومهارة لازم كلنا نتعلمها علشان نقدر نتواصل مع الناس حوالينا، سواء بقى في شغل أو في دراسة أو في سفر أو في أي علاقة هتدخليها. لازم تتعلمي مهارات التواصل علشان تقدري تحافظي على علاقاتك وتكون علاقات صحية. كل لما كان عندك مهارة في التواصل مع الناس حواليكي، كل لما الناس هتتحب تتعامل معاكي أكتر، لأنك وقتها هتكوني فاهماهم وقادرة تستوعبي مشاكلهم، وده طبعا هيضيف كتير جدا لكاريزمتك. علشان يكون عندك كاريزما كمان وحضور لازم دايما تسمعي أكتر ما تتكلمي، الناس بتحب اللي يسمعها. خليكي أقل كلاما وأكثر استماعا. ولو جات فرصة إنك تتكلمي وعندك معلومة كويسة في الموضوع اللي الناس بتتكلم فيه، أكيد اتكلمي. لكن لو ما عندكيش معلومة ما تقوليش أي كلام عشان ما تضيعيش هيبتك وكاريزمتك. في مقولة بتقول الفشل يجيدون التحدث والناجحون يجيدون الإنصات. فعلشان كده لما يكون في حد بيتكلم معاكي اسمعي كويس واسمعي بتركيز وإنصات، علشان لما تتكلمي أو تردي عليهم تبقي فاهمة الموقف وفاهمة الكلام اللي بيقولوه، وده طبعا هيديكي كاريزما أكتر وحضور أكتر. وبكده الفيديو النهاردة يكون انتهى، فما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ولو أول مرة تشوفيني اكتبي